احلى رساله ممكن اسيبها لابني ان انا اسيبه راجل. مين لو واحد صاحبك مش فاهم جزء معين او مساله معينه وانت فاهمها بشرحها له. تشرحها له على طول، ما تقولش انا ماليش دعوه؟ طب لو انت معاك ورق بتاخد درس وفاهم كويس الماده وواحد صاحبك مش فاهم خالص، ما عارفش انت بتاخد درس ومعاك ورق، احيانا بذاكر له. عندنا واحد في المدرسه السنه اللي فاتت ما كانش بياخد دروس فكنت بذاكر له. لو انا فاهمها افهمها له، لو انا بقى مش فاهمه اقول له تعالى انا وانت كده ايه نروح للميل تفهمها لنا. افهمها له عشان يحلها. بتساعد الناس يعني، بتساعد صاحبك انه يحل. لو انا كمان مش فاهمه باخده بنروح للمستر يخليه يشرحها لنا تاني، او لو انا فاهمه بقعد اشرحها له. افتكر معاكم آية من اجمل ايات العهد القديم، يسى لما قال لابنه داود افتقد سلامة اخوتك. جميلة قوي الآية دي. اثناء الحرب واخوات يسى واخوات داود في الحرب، يسى قال لابنه كده، قال لداود افتقد سلامة اخوتك. من احلى الحاجات بقى اللي اتقالت انه داود يتقال عنه فبكر داود صباحا، جري الصبح بدري يطمن على اخواته، جري الصبح بدري ما صدق، ما قالش بقى لابوه انا صغير، مع ان كان كل كلامهم عليه ان هو صغير. لما صموئيل دخل بيت يسى وسألوا عن ولاده جاب له كل الولاد ما عدا داود، فصموئيل قال له هما دول كلهم؟ هل اكتمل الغلمان؟ قال له بقى بعد الصغير. كلهم شايفينه صغير لكن داود مسؤول. ما قالوش انا الصغير، انا ازاي هيروح الحق، انا هروح في وسط الجيش، وبعدين انا لو رحت في وسط الجيش ده في الافات، هجيب اخواتي منين، هطلعهم ازاي، وبعدين انا حد يخبطني بحاجه ولا يحدفني بحاجه، انا لا. فبكر داود صباحا، جري الصبح بدري يطمن على اخواته. افتكرت وانا بتكلم معاكم كده قصه الراجل اللي كان عنده 4 ولاد، وبعدين مع مرور الوقت والزمن كل واحد فيهم انشغل في حياته الزوجيه، وبعدين الاب وهو قاعد ياكل قاعد يفتكر زمان لما كان كل واحد في ولاده قاعد جنبه في مكانه، فصعب عليه كده نفسه يشوف ولاده، فبعت لهم رسائل بطرق مختلفه، باباكم مات. تخيلوا لما يقول لهم باباكم مات وهو لسه موجود. فبدأوا الاخوات ال4 يتصلوا ببعض، انت سألت على بابا امتى؟ هو بابا عامل ايه؟ بابا مات ازاي؟ اكتشفوا ان كلهم ما بيسألوش عليه. اتجمعوا كلهم وجريوا على باباهم عشان يزوروه. لما دخلوا البيت حسوا انه مفيش حاجة حصلت، البيت كويس يعني بالعكس ده متزين، هو طبعا كان مجهز البيت لاستقبالهم. اول ما دخلوا البيت جري ابوهم عليهم وخدهم في حضنه، قال لهم حقكم عليا ان انا بعت لكم رسائل صعبة كده، بس انتوا وحشيني قوي، نفسي اشوفكم، نفسي اقول لكل بابا وماما اعملوا حساب اليوم ده، خلوا ولادنا يتربوا مسؤولين.